في ناس حاليا بتتكلم ان المنتخب ولاعيبة المنتخب ومنهم ابراهيم وحسام هياخدوا مبالغ مالية معينة او هياخدوا جوائز معينة من رجال الاعمال. طيب مبدئيا طبعا بدون دخول في نوايا الناس اللي هتدي الهدايا دي او طبعا مبروك للاعيبة المنتخب وده رزق ليهم. بس معظم الحاجات دي بتبقى دعاية واعلان. يعني هنقول مثال، لو انت رجل اعمال عندك قرية سياحية واديت شاليهات، مبدئيا هتقعد تضرب سعر الشاليه في عدد اللعيبة وتحسب تقول دول 300 مليون او اكتر او اقل. الفكرة مش كده، هو مبدئيا سعر الشاليه بيقف على المالك اللي هو هيدي اللعيبة دي بسعر التكلفة. فهو مثلا لو بيبيعه ب10 مليون فهو ممكن يبقى واقف عليه ب4 مليون او 5 مليون. فالحسبة مش هتبقى سعر الشاليه اللي هو عرضه ليك. ده مبدئيا لو جاب برضو اللعيبة دي كلها بحسام وابراهيم وعملوا حملة انتخابية او اسف حملة اعلانية، هياخدوا ضعف المبالغ دي. فهو كده كده كسبان، وطبعا بيقول للكوميونتي بتاعه او الناس اللي ساكنه انا هجيب لكم لعيبه تسكن جنبكم. فكل ده بيساعدوا على الدعايه والاعلان. وطبعا في الاخر اولا واخيرا دي ارزاق وربنا يرزق الجميع.